نصائح للمقبلين على التسجيل في الجامعة. 1. أزل الأفكار والتصورات الخاطئة التي يروجها الفاشلون عن الجامعة، واعلم أن الجامعة هي قلعة للعلم والمعرفة، وليست ملاذاً لكل عاجز عن ولوج المعاهد العليا كما يروج الفاشلون. 2. اختر الشعبة التي ترى نفسك قادراً على العطاء والإبداع فيها، وحدد لنفسك مساراً صحيحاً من الآن، حتى لا تضطر للتنقل بين الشعب كل عام. 3. لا تختار شعبة لأن زملائك اختاروها، ولا بناء على رغبة غيرك، وإنما اختر ما ترغب فيه أنت. 4. ليست هناك شعبة أفضل من الأخرى، وإنما أفضل شعبة هي التي تستطيع أنت الإبداع والعطاء فيها. 5. احرص على الحضور لجميع المحاضرات، وكتابة أهم النقاط التي يتحدث عنها الأستاذ في محاضراته. 6. وطد علاقتك بأساتذتك من خلال التفاعل والمشاركة في الحصص وإلقاء العروض، فذلك حتماً سيفيدك مستقبلاً في إتمام دراستك بعد الإجازة والماستر. 7. لا تنخرط مع أي فصيل طلابي، وإنما أقبل على دراستك واجتهد فيها. 8. لا تلتفت لحلقيات الفصائل الطلابية في باحات الكليات وساحات الجامعة، فكثير منهم بح صوتهم في الحلقيات ولا زالوا جاثمين هناك، لم يستطيعوا إدخال بعض الوحدات، وبعضهم أعياه التنقل بين الشعب ليرجع أخيراً إلى حيه أو دواره بخفي حنين. 9. لا ترافق إلا المجدين والصالحين، وابتعد عن المثبطين والفاشلين، واهرب من التافهين الذين لا هم لهم إلا اتباع أهوائهم وشهواتهم النفسية. 10. أقبل على مكتبة الكلية، واقض فيها أوقات فراغك قراءة وتلخيصا ومراجعة، واستعر من خزانة الكلية كل ما يفيدك في تخصصك. 11. حدد موضوع بحثك للإجازة في العام الأول أو بداية العام الثاني، واتفق مع الأستاذ المشرف كي يبقى لك الوقت الكافي للبحث في المصادر والمراجع ليكون بحثك جيداً وممتازاً. 12. اختر بحث الإجازة في موضوع له ارتباط بالماسترات المفتوحة، بحيث يمكنك مواصلة البحث فيه بعد الإجازة وبعد الماستر. 13. التكوين الذاتي هو أهم شيء في الدراسة الجامعية، ويبقى الأستاذ فقط موجهاً ومؤطراً ومشرفاً، فاحرص على تكوين ذاتك عن طريق القراءة والبحث وإلقاء العروض ومناقشتها والحضور للندوات والمؤتمرات. تنظيم الوقت. حاول أن تكون منظماً في استخدام وقتك بشكل فعال، حيث أن الجامعة تتطلب تحمل مسؤولية إدارة وقتك بشكل أفضل من المدرسة الثانوية. الانضمام إلى أنشطة الطلاب. حاول أن تشارك في أنشطة طلابية تهمك، سواء كانت نوادي أكاديمية أو اجتماعية أو تطوعية، فهذا يساعدك على بناء شبكة اجتماعية وتطوير مهاراتك. استخدام الموارد الجامعية. استغلال المكتبات والمراكز التعليمية والمعامل العلمية والموارد الأخرى التي توفرها الجامعة، لأنها تساعدك في تعميق فهمك وتعلمك. التواصل مع أساتذتك. لا تتردد في طرح الأسئلة والمشاكل على أساتذتك، فهم موجودون لمساعدتك وتوجيهك. الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية. تذكر أن الحفاظ على صحتك النفسية والجسدية أمر مهم، فلا تتردد في ممارسة الرياضة والحفاظ على توازنك النفسي. التخطيط للمستقبل. حاول وضع خطة لأهدافك الأكاديمية والمهنية، وكيف ستعمل على تحقيقها خلال فترة دراستك في الجامعة. تطوير مهارات الدراسة الذاتية. تعلم كيف تكون مستقلاً في دراستك، مثل مهارات القراءة الفعالة والمذاكرة الناجحة والكتابة الأكاديمية. الاستفادة من الفرص الوظيفية والتدريبية. ابحث عن فرص التدريب الصيفي
أو البرامج العملية التي تقدمها الجامعة، فهذه تعزز من فرصك في سوق العمل بعد التخرج. التعامل مع التحديات بإيجابية. تذكر أنه من الطبيعي مواجهة تحديات في مسيرتك الأكاديمية، فحاول التعامل معها بإيجابية والاستفادة منها للنمو والتطور. الحفاظ على التوازن. لا تنسى أن تحافظ على التوازن بين الدراسة والحياة الاجتماعية والشخصية، فالتوازن يساعد على النجاح الشخصي والأكاديمي. 14. أخيراً، اعلم أن والديك أرسلاك للدراسة، وهما حتماً ينتظران ما سيثمر غراسهما، فلا تكن مخيب لانتظاراتهما قاتلاً لآمالهما.